أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بموظف ونقابي بشركة الخطوط الجوية التونسية، وذلك على ذمة أبحاث تتعلق بافتعال وتدليس شهادة تكوين فني ومهني. وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية أبحاثهم حول شبهات تتعلق بحصول موظف بالتونيسير وهو نقابي بالشركة على شهادة في التكوين الفني والمهني من أحد مراكز التكوين، واستعان بها في الحصول على ترقيات عبر مناظرات داخلية. وبيّنت الأبحاث أن الشهادة تحمل شبهة التدليس، حيث أنه لم يتم المصادقة عليها من طرف المصالح الجهوية لوزارة التكوين المهني والتشغيل، ولا وجود لأي أثر لها بأرشيف مصالح الوزارة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالنقاب بالتونيسير وصاحب مركز التكوين المسند للشهادة على ذمة البحث.